السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اشتقت للتواصل معكم في التعليقات، ولكن طبعا الحياة لا تخلو من الانشغال والظروف، فأرجو أن تلتمسوا لنا الأعذار. من أكثر الرؤى التي يجب أن نوليها الاهتمام وأن نأخذها بعين الاعتبار هي الرؤى التي يكون فيها رسائل مباشرة من الموتى من الدار الآخرة. لذلك خصصت هذه الحلقة البسيطة لبعض الرؤى التي عرضت علي فيها رسائل من الموتى. الرؤيا الأولى تقول لي: رأيت كأن أحد أفراد عائلتي يرتعد من البرد، فسألته: ما بك؟ فقال: أنا بردان، وكررها وتنتهي الرؤيا. قلت لها: معنى هذه الرؤيا أنه محجوب عن الجنة بحق هو مسؤول عنه، ويجب أن نلاحظ دقة اللفظ ودقة التعبير. لا أقول لا هو في النار، لأن النار حارة وليست باردة، وإنما هو محجوب عن الجنة، لأن الجنة لا برد فيها. قال الله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الزمهرير هو البرد الشديد. قالت: فعلا، وكان يعمل مقاول وعليه ديون للناس. وهذا طبعا أكيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فرجاء كل من له متوفى يبحث عن ديونه فيقضيها عنه، أو يستسمح الناس لعل الله يرحمه ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. رسالة أخرى من متوفى جاء لابنته بعد وفاته فسألته عن حاله، قال لها: أنا بخير ولكن أحتاج إلى غطاء. فتواصلت معي تقول: كيف هو بخير وكيف يحتاج إلى الغطاء؟ قلت لها: كل ما في الأمر أنه يبدو أنكم تتحدثون عنه كثيرا وتكثرون من الكلام عنه حتى وإن كان بالخير، ومع ذلك يبدو أن هذا يؤذيه. فردت الزوجة قائلة: فعلا منذ وفاته وأنا أتحدث عنه كثيرا، كل من لقيته أذكره وأتحدث عنه وعن جميل ما كان يصنعه معه، حتى كثرة الكلام عن المتوفى ولو بخير تؤذيه. المبالغة في أي شيء لا خير فيها، لأن لا ندري ما الذي يقع في نفس السامع. رسالة أخرى جميلة مبشرة من الدار الآخرة، وهذه الرؤيا كانت في تعليقات القناة. تقول: رأيت أختي المتوفية فسألتها عن حالها، قالت: في أحسن حال، وأعطوني الوسادة والغطاء ويحفظونني القرآن. قلت لها: عالم آخر هناك؟ قالت: نعم. أعطوني الوسادة من أشكال نعيم أهل الجنة، لقوله تعالى: ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد، والغطاء أيضا من أشكال نعيم أهل الجنة. قال الله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. كلمة غطاء تشير إلى أن هذه الرؤية كانت ممن تستر بدنها في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر الصنف الثاني فقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي الجمال، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ليست كل من غطت شعرها أو لبست ثوبا تكون محجبة. الحجاب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى له ضوابط وله شروط، والكلام في هذا الموضوع يطول. رسالة أخرى من متوفى، امرأة تقول: رأت أحد أقربائها بعد وفاته جاء إليها وطلب منها مزيل للعرق، فقلت لها: ليس له معنى إلا أنه يذكر بسوء ويريد السكوت عن ذكر مساوئه. قالت: فعلا قبل هذه الرؤيا مباشرة كان هناك مجلس وذكر فيه هذا المتوفى، أخذ البعض يذكرون مساوئه ويسبونه، لأن العرق هو شيء كريه يخرج من الإنسان، فهذا يرمز إلى العمل السيء الذي خرج من هذا المتوفى، وهو يريد إزالته أي السكوت عنه، لأن هذا مما يؤذيه. الله تعالى أعلى وأعلم. بنت بعد وفاة والدها تكرر عليها كثيرا يأتيها أنه جائع ويطلب منها الطعام، فتعطيه فيأكل فلا يشبع ويقول لها: أنا جائع. فكلما أعطته الطعام أكل فلا يشبع ويطلب الطعام مرة أخرى. وتكرر عليها هذه الرؤيا، تقول: حتى تعبت، رغم أني أتصدق عنه كثيرا. طبعا الواضح من الرؤيا أو من الرؤى أنها تكسر الصدقة عنه، وبالفعل تصله، ولكن لا تسمن ولا تغني من جوع. قلت لها: ليس لهذه الرؤى تفسير إلا أنه أكل حقوق الناس بالباطل. قالت: فعلا للأسف كنت أدخل عليه في حياتي فأراه يغمس إصبع قدمي في الحبر ويبصم به على الأوراق ليزور هذه الأوراق، فإذا نصحناه رد علينا: هتحاسب لوحدي. كما قلنا الجزاء من جنس العمل، هو يأكل ولا يشبع
فهذا دليل على أنه أكل ما لا يحق له. من أول وأكثر الأعمال التي هي سبب في عذاب القبر هي حقوق الناس. فمن أراد أن يكون قبره روضة من رياض الجنة وأن تكون أول ليلة في القبر هي أجمل لياليه، فليضع حدودا لحقوق العباد وليحاول أن يرد حقوق العباد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.